هاي جايز، ملقتش ليك ما تلاقي لي. صحيح نسينا نشغل الضوء، ونسيت انه عندي جهاز بيشغل الضوء، بس انا رايح اشغل الضوء بايدي. الله، شني هذا شني هذا الجمال، مو انا يعني الضوء، شني هذا. اليوم يا جماعة الخير رجعنا لكم فيديو كتير مهم بصراحة. انا كتير غريب حاس حالي. اليوم اليوم رجعنا لكم فيديو كتير مهم بصراحة. اليوم راح نحكي عن كتير امور. اوكي يلا. طبعا ده خلي مثل عادي بالليل، ورحت نشرت بوست على انستا الساعة هلا 12 و45 دقيقة، يعني الدنيا كلها نايمة وانا قاعد عم بنشر بوست هلا. انتوا بس شوفوا لي على هالبوست يعني، واللي متابعني على الانستا وعلى التيك توك رح يشوف هاي الشغلات كلها، رح اورجيكم اياها هلا قبلكم انتوا. قسما بالله من كمية الزناخة انا والله العظيم ما بعرف شو قاعد اول شيء، مو بجوي مو بذوقي ما ابي. وتفكروا هيك نشرت البوست وخلاص راحت القصة مشيت القصة؟ لا، رحت على الجروب اللي عملت لكم اياه على انستا، وشوفوا هنيك قسما بالله ما بعرف شو كنت عم بعمل. شوفوا مثل عادي انه نشرت بوست وبعته هون مشان العالم تفوت تشوفه يعني. شوفوا على التسجيلات تحت. يا عيال شني هذا يا عيال؟ اقول فجروا لي البوست، سووا لي ما حد سواه، ريبوست، كومنت، كل يعني بالله هذا واحد. ورجعت مرة تانية نزلت الفيديو على التيك توك، انتم شايفين هون بعت الرابط على الجروب. يعني انا قاعد عم سمعكم اللي صار بالجروب، يعني بالعادة اللي بصير بالجروب ما بيطلع برا، بس يلا هالمرة مسامح. يعني لا تفكروا انه هذا اعلان يعني عم لكم روحوا فوت، يعني انا ما قصدي هيك شيء. يا عيال نزلتوا على التيك توك يا عيال، هاي شني هاي المشاهدات؟ والله لو منزلوا على الواتساب كان جاب اكثر. يعني بس انا بدي حدا يفسر لي انا شو عم بحكي، والله العظيم شو اللهجه اللي عم بحكي فيها. يعني انا ما قاعد اتمر، ما قاعد اطلب، يعني انا ما اقول روحوا يعني، بس روحوا. يعني عراقي ولا سعودي ولا كويتي ولا بحريني ما بعرف شو عم بحكي، قسم بالله ما بعرف شو عم بحكي. على اغلبكم طرقات رح تقول شو هالفيديو هذا شو عامله ورجينا جن على انستا. لا يا جماعه الخير، قلت لكم انه هذا الفيديو مهم، يعني الفيديو مهم، خلاص استنوا انتوا لاخر فيديو رح تعرفوا الشغلات المهمه. بس المشكله من هلا لنهايه الفيديو ما بعرف شو بدي اعمل. الفيديو ما بعرف شو بدي احكي. طبعا يا جماعه الخير انا رسميا اعتزلت الانتقاد. يعني دائما بقول لكم اعتزلت وبرجع بنزل فيديو لما بكون بعدي فيديوهات، بس انه انا خلاص عجلت اعتزلت، لانه انا اكلت سترايك تاني. شو يعني سترايك؟ يعني نقطة، وانا اكلت اثنين، هلا باقي لي نقطة واحدة وبتتسكر، يعني ما عاد تشوفوا هالوش بحياتكم. اصلا انتم اغلبكم بيعرف انا شو بحب وشو اخر شي رح يصير انشر، يعني ما بعرف انه انا متضايق بصراحة على الشي اللي صار، بنفس الوقت مو فرقانة عندي. يعني لا تفكروا انه لا عادي وانه شو بده يصير يصير ومدري شو، يعني بضل انه هي القناة تعبت عليها انا مدري قد ايه صار لي عم بنشر عليها، و150 الف مشترك يعني بهالفترة القليلة كمان شي يعني مو سهل. وانتم بتعرفوا هي الفترة انا يعني عم يعني هلا بشرفي لكني متحمل شوف على شو منكوش وبنشر لاني راجع من الشغل، يعني عم برجع من الشغل مثل شايفين الساعة 12 بالليل، عم برجع بدي احاول هلا صور هذا وانشره. هلا هذا الفيديو رح يكون كتير سهل، بس يعني بدي اعمل فيديو انتقاد مثلا، رغم قديش بتشوفوا انتم فيديو الانتقاد سهل وهيك، هو فعليا سهل يعني. فيا جماعة الخير انا من هذا الفيديو بعلن انه ما عاد في فيديوهين كل يوم، يعني لحتى هيك انه تجيني الفأسة وانشر، وهو يعني مو انه اقطع القناة، ما راح اقطع، بس انه كل يومين كل يومين كل يومين لا، وممكن تلاقوني يعني ناشر كل يوم كل يوم ما بتعرفوا يعني، بس انه على حسب الفأسة بصراحة يعني. بس انه التزم مثل قبل بصراحة ما راح التزم. يعني راح تحكوا لي انتوا ليش وما ليش، يعني انتوا شايفين اخر شيء شو صار، يعني اخر كل هالتعب اخر شيء ممكن يروح هيك باقي لي نقطة واحدة بتروح القناة كلياتها. هذا حكي مو انه بدي اوقف، يعني انتوا بتعرفوا انه انا مستحيل اوقف في هذا الشيء اللي عم بعمله، يعني رح تضلوا تشوفوني على السوشيال ميديا، رح تضلوا تشوفوني على السوشيال ميديا لو بعد 50 سنه، يعني انا ما عمركم رح اقطع وراح اترك السوشيال ميديا وخلاص بدي اروح اتزوج. شو اتزوج؟ انه خلاص بدي اروح اهتم بحياتي مدري شو. لا انتوا بتعرفوا انه انا بالسوشيال ميديا من زمان بدي اياها ولسه بدي اياها ولبعد مدري قديش بدي اياها، بس انه يعني بشغلات تانية يعني انتوا بتعرفوني بعدين شو بدي يصير اسوي ان شاء الله، فانتوا رح تشوفوا انه شو هذا شو عم تعمل انت مدري شو، بس انه انا رح اعمل. انا بصراحه مو فاهم على حالي ولا انتوا لا تفهموا علي، بس انه يس انا هلا شايف انه بلش شعري ينشف وراح ينفش، حتى شوفوا لي على هالتفريقتين شلون نازلين هيك، فانا بقترح انه البس طاقية. بس شو نلبس هي يعني ولا نلبس هي؟ اظن الخضرا راح تكون احلى يعني. واو شنو هاي الطاقية، واو يا جماعة الخير تخيلوا عمل طاقية هيك وكتب فوق اس واي بي، يعني تخيل. يا جماعة الخير الإنسان عن جد لما يكون فاضي، عن جد أنا اكتشفت آخر فترة إنه الإنسان كل ما كان فاضي كل ما كان تافه، وأنا هلا مو فاضي يعني، بس إنه ما في شيء أعمله، فأنا إنسان لا ما بدي أحكي عن حالي، ما بصير الواحد يحكي عن حاله شغلات تعب. يعني يا جماعة الخير كانوا بودي يعني بودي أعزف لكم يعني بس ساعة واحدة، يعني هلا إذا عزفنا شو اسمه بطلع برا البيت. طيب راح أجرب أعزف، بس يعني إذا طلعت برا البيت رح تقول لي وينك وينك وين مختفي مدري شو.
طبعا طلعنا من البيت يا جماعة الخير، مثل ما شايفين هلا الساعة راح تصير 1. مشان تقولوا طالع الصبح، شو الصبح الدنيا بالليل. عشان مرة تكتبوا لي اعزف اعزف اعزف، شوفوا عزفنا وطلعنا برا البيت. يعني هلا انا بصراحة وين بدي اروح ما بعرف. تعالوا اورجيكم الشوارع اللي عنا، ما بعرف اذا طالع مبين بالكاميرا ولا لا، بس يعني بكفي النور تبعي. شوفوا قديشني ساطع. تعالوا اورجيكم يا جماعة الخير الحواري تبعنا. طيب يا جماعة الخير، شكل اليوم رح نعمل بالسيارة. حتى بدي صوركم الشوارع، ما في شوارع، كل الأضوية مطفية. قسما بالله من شوي مرقت سيارة شرطة قاعدة عم تطلع هيك فيني. يعني شو مطلعوا بهالوقت؟ يعني هو العالم اوكي بتطلع بهالوقت يعني، بس انه ما بعرف ايش كان عم يتطلع. انا توقعت يجي يسألني يعمل كنترول عامل شيء، يعني بتعرفون ما بعمل هيك شغلات، ومبين علي ما بعمل هيك شغلات. اجت مرة هيك سيارة شرطة فيها يمكن شي 3 اشخاص، وقاعد واحد فاتح الشباك ومادد هيك ايده وقاعد عم يصفر. فبس يا جماعة الخير انا هلا نصت كتير، بدي اروح نام. وما بعرف هذا الفيديو بدأناه بالبيت نهيناه بالشارع. بدي اروح نام هلا، بدي ارجع الكرسي لورا، بدي احط راسي وبدي نام. فبس يا جماعة الخير، دمتم مدام الوطن وعيش الشعب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.